السلام عليكم. اللي قدامي ده فراخ فيليه مقطع شرايح طولية، مخطوط في تتبيلة من قبل ليلة أو أقلها 6 ساعات. التتبيلة عبارة عن كزبرة، رشة بتاعت شمار، فلفل كاري، كركم، كباب صيني وجوز الطيب وجنزبيل وقرفة، توم مفروم ناعم جدا، وزيت أو زبدة حسب المتوفر. ناخد المقادير دي كلها مع بعض وندخلها التلاجة ونقفله كويس لليوم التاني. هجيب كيس زي ما شايفين واخد فيه القطعة بتاعت وأطوي الكيس، واجيب الشاكوش بتاع اللحم وأبدأ أرقق القطعة بتاعتي، وما أرققها شديد ولا تكون تخينة في نفس الوقت. زي ما شايفين قدامي حاجة متوسطة السمك. أكمل الباقي على كده لحد ما تخلص كل القطع اللي عندي. زي ما شايفين السمك بتاعها متوسط مناسب. هنشوف الخطوة الجاية، خطوة مهمة جدا. هجيب زيت زي ما هنشوف هسا. هجيب زيت وأدهن به الفراخ بالطريقة اللي احنا شايفينها قدامي دي، عشان ما يلصق معاي وأنا بشوي فيه. هقلب المجموعة اللي تحت أخليها فوق والفوق أخليها تحت عشان الزيت يتوزع كويس، وأبدأ أدهن المجموعة اللي كانت تحت مرة تانية بالطريقة دي لحد ما أتأكد إنه كل الفراخ أخد كمية الزيت المناسبة اللي أنا عايزاها. هشيل الفراخ وامشي على الشواية. دي الشواية في درجة حرارة أعلى حاجة 205 تقريبا. أبدأ أخد الفراخ بطريقة صحيحة واحدة واحدة لحد ما أخلص كل الكمية اللي بتشيل لي الشواية. هنا الفراخ بتاعي استوى بناحية وحاجي أقلبه بالناحية التانية بالراحة وبحرص عشان ما يتقطع معي. هقلب كل الكمية اللي عندي زي ما شايفين. الأكلة دي من الأكلات الجميلة جدا والخفيفة وبيحبوها الأطفال وبياكلوها، ممكن تتقدم مع رز. كده كملت كل الكمية اللي عندي والوصفة بين ايدينكم جاهزة.